السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة تعليمولوجي. طبعا أنا اخترت كتاب المعاصر في السلسلة ديك علشان أبدأ أشرح فيها الدروس الخاصة باللغة الإنجليزية English. طبعا فهنبدأ في السلسلة دي في سلسلة برايمري 6 الصف السادس الابتدائي في كتاب كونكت. طبعا أنا بشرح فيها الكلمات واشرح فيها الجرامر ونحل فيها الأسئلة اللي موجودة بشكل مبسط ونحاول نفهم المعلومة على قد ما نقدر. وطبعا لو في أي تعليق لحضراتكم أو أي ملاحظات يا ريت تسيبوها لي في التعليقات علشان نقدر نتناقش فيها ونوصل لأنسب شرح إن شاء الله يفيد أولادنا بشكل جميل وبشكل سهل إن شاء الله. طبعا نشوف دلوقتي ان في محادثة ما بين بنت اسمها ميار ونسمة. شوف دلوقتي هيقولوا ايه. هاي نسمة، اهلا نسمة. Did you have a nice weekend؟ هل انت كان عندك a nice weekend يعني اسبوع لطيف؟ طبعا هاي ميار، نسمة بتقول لها هاي ميار، اهلا ميار. Yes I did، ايوه انا كان عندي اسبوع كويس. عملت ايه بقى؟ I went to يعني ذهبت إلى الأزهر بارك with my family، حديقة الأزهر مع أسرتي. What did you do there؟ ماذا أنت فعلتي هناك؟ هنا did ملهاش معنى، لأن did دي معناها بتقول إن الفعل اللي موجود عندنا بخليه بترجمه في الماضي. ففين الفعل اللي موجود عندنا الأساسي اللي هو هنا ده اللي هو do معناها يفعل، فطبعا هنا هترجمه فعل. What did you do؟ ماذا أنت فعلتي there هناك؟ We had a picnic، احنا تجولنا عملنا نزهة. had a picnic يعني عملنا نزهة. Then we went on a boat ride، وطبعا رحنا في جولة بالمركب. went on a boat ride. It was great، طبعا كانت شيء عظيم. Did you go hiking؟ هل ذهبتم طبعا hiking اللي هو يتمشى بشكل المسافة طويلة. No we didn't، لا احنا ما عملناش كده. We wanted to، كنا عايزين ان احنا نعمل الموضوع ده. But it started to rain، بس الموضوع بدأ ان الجو it هنا عايد على الجو. started to rain بدأ يمطر. Did you have a good weekend؟ هل استمتعتي او كان عندك اسبوع كويس؟ No I didn't، لا انا ما استمتعتش. I fell over، انا وقعت. fell over يعني سقطت and hurt my arm وعورت دراعي. So I stayed in bed the whole time، لذلك أنا قعدت أو فضلت في السرير للوقت كله. طبعا عندنا اللانجوج فوكس اللي هو الجرامر بالنسبة لنا هيتكلم على verb to be. البي اللي هو مين معناها يكون. عايز أقول كان أو كانوا في الماضي البسيط اللي هو past simple tense. نقولها ازاي؟ طبعا عندنا مجموعتين وركز فيهم قوي. المجموعة الأولى اللي هي I وهي وشي وإت. طبعا لو عايز أقول كان أنا كنت فبقول I was، هو كان he was، هي كانت she was، وهكذا. طب والمجموعة التانية؟ المجموعة التانية بالنسبة لنا اللي هي they ويو ووي. طبعا دول جمع. they يعني هم، you يعني أنت أو أنتم، وي يعني نحن. طبعا بيجي معاها where، زي ما مثلا في الجملة the journey was fantastic، الرحلة كانت. هنا journey رحلة ودي حاجة واحدة، يعني أنا ممكن أشيل the journey دي وحط مكانها إيه؟ حط مكانها it بيجي معاها مين؟ was، يبقى the journey was fantastic يعني الرحلة كانت ممتعة. طب لو عايز أنفيها بسهولة جدا، بحط not بعد was أو where بسهولة جدا، يبقى was not أو wasn't، were not أو weren't. زي مثلا there weren't any pets in my house. هنا there معناها يوجد. طبعا عايز أترجمها في الماضي، فهنا بقول لما بيكون عايز أترجم there في الماضي بس منفي بقول لم يوجد. there weren't لم يوجد عشان دي في الماضي. any pets أي حيوانات أليفة in my house في منزلي. طبعا في السؤال بجيب was أو where في الأول، يبقى أنا عملت هل. was أو where طالما جايين في الأول يبقى معنى السؤال هل، يبقى دي معناها هل ودي معناها هل هو was he was she، هل هي was it was I، وهكذا.
where we هل نحن، where they هل هم، وهكذا. were there a lot of mummies in the museum هل كان يوجد a lot of كثير من mummies مومياوات in the museum في المتحف. yes there were أو no there weren't. طبعا السؤال بال WH يعني what أو where أو when أو هكذا، بحط بعدها was أو where عادي، والفاعل على حسب was أو where. زي مثلا what was their favorite animal ماذا كان حيوان بتاعهم الأليف، حيوانهم الأليف. طبعا هنا was عشان أنا بتكلم على حيوان واحد. طبعا لما بستخدم الماضي البسيط امتى؟ لما اكون بتكلم على حاجة خلصت في الماضي. شوف دلوقتي ازاي بعمل الماضي البسيط، ان انا بجيب الفعل اللي عندي. طبعا الافعال لو فعل منتظم بحط له اي دي عادي، مثلا watch watched. طب لو اخره اي بزود له دي بس. change changed، يغير تغير، cry يبكي cried. عملت ايه هنا؟ شلت الواي وحطيت اي اي دي. ليه؟ لان الواي قبلها حرف الار، وحرف الار حرف ساكن، فانا بشيل الواي واحط اي اي دي. طيب شوف زي مثلا مثال the ancient Egyptians loved their pets. المصريين القدماء كانوا بيحبوا الحيوانات الأليفة بتاعتهم. طبعا عندي فيه كلمتين بس بيتغير شكلهم شوية. drop لان هو ان انا بنطق الكلمة في نفس واحد او مقطع واحد، فبعمل دبل للحرف الاخير dropped double p. plan plant. طيب عندنا في افعال طبعا غير منتظمة او شاذة، يعني لازم احفظ الافعال دي. irregular verbs الافعال الغير منتظمة، irregular verbs افعال غير منتظمة لازم احفظهم. eat يأكل الماضي بتاعها ate يعني كل. عايز اقول انا اكلت فاقول I ate ولا I ate؟ طبعا ate، يبقى انا لازم اكون حافظ الافعال الماضي بتاعها ازاي. come يأتي came أتى. teach يدرس taught درس. keep يحفظ او يربي kept ربى او حفظ. know يعرف knew يعني عرف. become يصبح became اصبح. زي مثلا الجملة they taught their monkeys different tricks، يعني هم علمهم القرود بتاعتهم حيل مختلفة او خدع مختلفة. طب لو عايز انفي الجملة في الماضي البسيط بحط didn't وبعدين الفعل زي ما هو اللي هو المصدر الفعل او الانفينيتيف. زي مثلا mice didn't eat the grains، الفئران لم تكن تأكل الحبوب. didn't eat خلي بالك هنا دي في الماضي، عرفت منين ان في didn't؟ يبقى انا لما اجي انفي الجملة في الماضي البسيط بجيب didn't وبعدين الانفينيتيف، ما تنساش دي عشان بيجي عليها اسئلة كتير. طب لو عايز اعمل سؤال بجيب did في الاول عادي جدا زي was او were، بس هنا طبعا بحط did وبعدين الفعل في الانفينيتيف في المصدر. زي مثلا did the ancient Egyptians only keep، هنا دي did لازم الفعل يكون في المصدر. did يبقى الفعل في المصدر، ما تنساش دي. وبرضه لو السؤال عادي عفوا يبقى what او where، او مثلا where did you go. ادي did يبقى لازم الفعل يكون في المصدر go. ليه؟ علشان عندي did. طيب امتى اقول الفعل في الماضي؟ ينفع اقول مثلا انا اكلت بيتزا بكرة؟ طبعا ما ينفعش لان كلمة بكرة بتدل على المستقبل، يبقى انا محتاج كلمة من الكلمات اللي بتدل على الماضي. ايه الكلمات اللي بتدل على الماضي؟ عندنا in the past في الماضي، وعندنا كلمة ago يعني منذ، يعني مثلا لما اجي اقول 3 ساعات منذ 3 ساعات يبقى 3 hours ago. وعندنا yesterday امبارح، وكلمة last يعني اللي فات الماضي، last year السنة اللي فاتت، last month الشهر الماضي، last week الأسبوع الماضي، last Tuesday الثلاثاء الماضي. طبعا نشوف مع بعض الاكسرسايز او جنرال اكسرسايز على listen to. طبعا الليسن هيبقى يكون ان شاء الله في فيديوهات خاصة بالليسن عشان نسمع وازاي نحل السؤال ده بشكل سهل وبسيط ان شاء الله. عندنا بعد كده سؤال choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الإجابة الصحيحة. أول واحدة cats hunt القطط بتصطاد طبعا rats and eat them. رقم 2 this knot is made of gold مصنوع من الذهب، طبعا اللي هو مين؟ النكلس اللي هو العقد.
اللي بعده the not is my favorite bird. bird يعني الطائر. ايه الطائر من دول؟ طبعا اللي هو الفالكون اللي هو النسر. عفوا. farmers produce a lot of. الفلاحين بينتجوا كثير من الجرين طبعا. السؤال اللي بعده بنكمل الكلمات. the ancient عندي كلمة pets mummified falcons grain tombs. the ancient Egyptians kept many animals as pets. they loved birds too especially. طبعا كانوا بيربوا مين زي ما احنا عارفين؟ فالكون. فالكونز. هنصغر بس الخط شوية. تمام. and apes which represented wisdom. there are thousands of. طبعا mummified apes يعني اللي هو الحيوان ابو منجل المحنط. نصغر الخط شوية علشان يكون ظاهر لحضراتكم. اللي بعده all these not weren't very only important. all these ايه بقى؟ falcons اللي هو all these falcons عفوا all these pets عفوا all these pets weren't only important for the ancient Egyptians everyday life. طبعا القطعة دي احنا قريناها فوق وشرحناها. they were also important in the afterlife. it's therefore common to find mummified pets and statues of animals in the tombs. بعد كده سؤال القطعة. the ancient Egyptians loved animals and kept many as pets. they particularly adored cats and there was a cat in almost every house. the ancient Egyptians believed that cats looked after them and kept them safe. there were also good pets because they cleaned themselves and kept the houses free of pests like rats and snakes. this was particularly important for farmers who produced a lot of grain. the rats didn't eat the grain because the cats ate the rats. طبعا هنا بيتكلم أول سؤال the main idea of the text. طبعا بيتكلم عن pets. بيتكلم عن الحيوانات الأليفة. the underlined word adore means معناها طبعا كلمة adore معناها loved. السؤال اللي بعده farmers needed cats to save. الفلاحين كانوا محتاجين كلمة needed يعني كانوا محتاجين القطط لكي ينقذوا ايه؟ الجرينز الحبوب بتاعتهم. طبعا السؤال اللي بعده summarize the first paragraph in one sentence يعني لخص القطعة الأولانية في جملة واحدة. طبعا علشان أسهل على نفسي في الغالب بتبقى أول جملة هي summarize the ancient Egyptians loved animals and kept them as pets لأنه بيتكلم عنها ويشرحها فهي دي الجملة الأساسية بتاعتنا. السؤال اللي بعده why were cats good pets in ancient Egypt. ليه القطط كانت حيوانات أليفة في مصر القديمة أو في زمان عند المصريين القدماء. طبعا هنشوف هنا لأن المصريين القدماء أهيك ancient Egyptians believed that cats looked after them and keep them alive. ان هم كانوا بيعتقدوا ان القطط بتهتم بيهم وبتخليهم في safe في امان. السؤال اللي بعده سؤال put in sentence يعني put the words in the correct order يعني حط الكلمات دي في الترتيب الصحيح. طبعا اول جملة what was the ancient
Egyptians favorite animal. السؤال اللي بعده the ancient يعني المصريين the ancient طبعا يبقى المصريين القدماء ancient Egyptians مالهم looked after يعني كانوا بيهتموا ب their pets. السؤال اللي بعده they هم found لقوا mummified pets in the tombs يعني لقوا حيوانات أليفة محنطة في المقابر. السؤال اللي بعده هنا طبعا بصح الكلمة اللي بين قوسين they keep the cat in the cage yesterday. في عندي كلمة yesterday يبقى أنا محتاج الماضي من keep اللي هي kept زي ما قلنا لازم نحفظهم. did you found the right answer. هنا did طالما did يبقى أنا الفعل محتاجه يكون في الانفينيتيف. يعني ايه في الانفينيتيف؟ يعني الفعل زي ما هو. found دي يعني وجد لقى دي في الماضي يبقى أنا محتاج المصدر بتاعها اللي هي مين؟ find. بعد كده سؤال البانكشويت يبقى أنا أول حرف زي ما قلنا لازم يكتب capital. at university he studied history. وده طبعا دي جملة عادية مش سؤال يبقى بحط فول ستوب أو نقطة في الآخر. طبعا ده كان الدرس الثاني. يا ريت لو في سؤال اسمع تعليقات حضراتكم ونشوف لو في حاجة محتاجين نشرحها بشكل آخر أو نشرح بشكل تفصيل أكتر بلغوني في التعليقات علشان أقدر أتابع مع حضراتكم إن شاء الله. وأشوفكم إن شاء الله في الحلقة اللي جاية.